لا تضايقنا، لكن وجودها في كتاب التربية الإسلامية من مبرر له؟ دي الملكة المحاربة وليها قصة هل هي مسلمة؟ هي الفكرة في الرموز الإسلامية فقط أو المسلمة فقط؟ هي وجدت قبل الإسلام، فنحن وجودها إيه في التاريخ. إيه الإشكالية؟ أنا أسأل ما سبب وجودها في التربية الإسلامية؟ هي وجدت قبل الإسلام ب300 عام. يعني هيتم نقلها لكتاب التاريخ؟ هي موجودة أصلا في كتب التاريخ، موجودة التي تدرس. التي تدرس موجود. تاريخنا مليء بها بأمثلة كهذه. فنحن لا مشكلة لنا مع الملكة زنوبيا، هي ملكة حكمت تدمر، قلنا خلال 4 أو 5 سنوات. ولدت عام 1240، توفيت عام 1275، يعني قبل الإسلام ب300 عام. من الخطأ وجودها في كتاب التربية الإسلامية.